السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطن الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. فيديو اليوم راح نتكلموا على موضوعين، الموضوع الاول خاص ببيان يرد به نادي ريال الفرنسي على غياب اللاعب نتاعو امين غويري، وايضا في نفس الوقت راح نتكلموا على فيما يخص مغالطات او بعض الاخطاء لبعض وسائل الاعلام او بعض الصحفيين او بعض مواقع التواصل الاجتماعي انه المنتخب الوطني راح يشارك بمنتخب شاب، منتخب جديد، منتخب يعني مشكل من لاعبين شبان ولاعبين لاول مره راح يشاركوا في كاس افريقيا، وهذه مغالطه كبيره جدا بالارقام. اول شيء نبداو بغياب اللاعب امين غويري. بالامس تكلمنا انه غياب اللاعب امين غويري بسبب الاصابه حسب بيان الاتحاد الجزائري لكره القدم وباستشاره الطاقم الطبي للمنتخب الوطني والطاقم الفني ايضا للمنتخب الوطني. الجديد انه نادي ريال عاود دار بيان. البيان اللي داروا نادي ريال انا ما فهمتوش بكل صراحه. علاش ما فهمتوش؟ لانه قبل يومين نادي ريال نفسه في الموقع الرسمي تاعو دار تهنئه للاعب امين غويري بمناسبه مشاركته في كاس افريقيا، ويهنئوا على مشاركته في كاس افريقيا. ايضا اللاعب نفسه دار نتاع موبيليز، هذيك الاشهار نتاع موبيليز، ويتمنى عام سعيد لكل جزائريين. لاعب في الايام اللي فاتت قبل ما يلتحق بالتربص كان في عمره. الشيء اللي ما فهمتوش في البيان انهم هما ذكروا في البيان البارحه انه يعني بعد تدخل الناخب الوطني، نعرفوا انه الناخب الوطني لما وصل للمطار تحدث لوسائل الاعلام وقال باللي امين غويري تكلم معنا وقال لنا باللي عنده اصابه في الركبه. نادي ريال دار بيان ياكد انه ارسل كل الوثائق او كل الاوراق الخاصه او الملف الخاص بالحاله الصحيه للاعب، ومن بعدها كما قلت قبل يومين فقط يهنئ اللاعب على مشاركته في كاس افريقيا. الشيء اللي مش مفهوم اداره نادي ريال تهنئ اللاعب وبعدها تخرج بيان تقول باللي رسلنا كل شيء، يعني الحاله الصحيه للاعب وملف اللاعب والحاله الصحيه نتاعو كلها لدى الطاقم الفني او الطاقم الطبي او الاتحاد الجزائري لكره القدم، كل شيء عندهم. لماذا لم يصرح الاتحاد الجزائري في الايام الماضيه انه اللاعب غير جاهز؟ انا ما فهمت صراحه. هل نادي ريال هو الصحيح او الاتحاد الجزائري لكره القدم هو الصحيح؟ ماناش عارفين. ولو انه كنت انا باغي يعني بكل صراحه على رايي الخاص كنت متمني اني نشوف امين غويري يشارك باش نشوفوا المستوى نتاعو ونشوفوا اسكو يقدر يقدم اضافه للمنتخب الوطني، نشوفوا طريقه اللعب نتاعو، نشوفوه في ادغال افريقيا، لكن قدر الله ما شاء فعل. المهم الايام القادمه خاصه المقابله نتاع البطوله ضد نادي نيس سوف نرى هل راح يكون اللاعب امين غويري في القائمه او غير موجود اصلا واللاعب حقيقه مصاب. انا ما بكل صراحه نشوف باللي المنتخب الوطني ما يتوقفش على لاعب واحد، امين غويري ولا غيره، امين غويري ولا بلايلي ولا محرز، ولا عندنا ثراء في التشكيله، والمنتخب الوطني بمن حضر. اذا باش نغلقوا هذا الباب وما يكثرش التاويلات، سواء اللاعب مصاب او غير مصاب خلاص عندنا 25 لاعب راح يشاركوا بهم. نتمنوا كل توفيق للمنتخب الوطني، ما نبقاوش نديروا في التاويلات واللاعب مش مصاب وكاين مشاكل اخرى. خلاص صاي اللي صرا درك، صاي ما بقاش كلام بزاف والتاويلات ما عندها ما دير. صاي اللي صرا دركا عندنا 25 لاعب نوقفوا مع المنتخب الوطني. ما يهمش نتائج زوج مقابلات وديه مع منتخب محلي تاع الطوغو والبورندي، ما تهمش، فقط ان شاء الله نتمناه المنتخب الوطني يتوفق خاصه في المقابله الاولى، لان المقابله الاولى هي المفتاح. الا قدرت تفوز في المقابله الاولى راك تمشي في الطريق الصحيح ونوعا ما تروح لك هذيك الضغوطات. اذا بالنسبه لي في البيان تاع نادي ريال فيه شوي بعض الالتباس، لكن ما نبقاوش نركزوا على الحاله الصحيه تاع اللاعب ولا غياب اللاعب لاسباب اخرى، ولا خليوا هذا الموضوع ما نبقاش نتكلموا عليه، ما نبقاوش نديروا في التاويلات. نتمنوا كل توفيق للمنتخب الوطني. الشق الثاني في الموضوع هو ما يخص المغالطات. كاين ناس تغلط وكاين ناس تتعمد الخطا، كاين ناس تغلط الله غالب ما تعرفش تغلط، وكاين ناس تتعمد الخطا. فيما يخص انه المنتخب الوطني هذا منتخب شاب وجديد ولاعبين ما عندهمش خبره، لا، حوالي اكثر من 80% نفس التشكيله اللي شاركت في 2019
وفي 2022 في الكاميرون كاس افريقيا تاع الكاميرون، ونفس الوقت فيه لاعبين شاركوا حتى في كؤوس افريقيه سابقه، سواء كاس افريقيا 2017 او 2013 او يعني شاركوا سنوات سابقه. يعني ما نبقاوش دوكا نلقاو السبايب. عندنا منتخب وطني عنده تشكيله، نتمنوا له كل التوفيق، ما نبقاوش نديروا هذه البروباغندا. وحتى كان قدرنا خسرنا، لانني سمعت الشيء دوخني، سمعت صحفي قال اذا خرجنا، اذا تاهلنا الدور الثاني او الربع نهائي رانا درنا انجاز كاننا دينا الكاس. لا لا لا، ماناش حومه احنا. الجزائر ماهيش حومه، الجزائر تاريخ، الجزائر تاريخ. وزيد التركيبه البشريه اللي عندنا هذه، اذا ما وصلناش، انا نقول اقل حاجه نصف النهائي، انا ما نطمعش بزاف. انا بالنسبه لي اخفاق، اذا ما وصلناش نصف النهائي انا بالنسبه لي اخفاق. كيفاش نقول انا الثمن النهائي؟ الثمن النهائي اصلا او ما تسماش ثمن نهائي، لان 24 في الوقت السابق كانوا 16 منتخب. اذا نهضر على ثمن النهائي يعني 16 منتخب، يعني كان هني هذا وراح نشارك، هذا راح تبدا المنافسه. اللي نحسبوا التاهل نحسبوه من ربع نهائي. اذا الربع النهائي نحسبوه احنا كاننا دينا كاس افريقيا، هذا نشوفها استصغار الطاقم الفني، العمل تاع المدرب، استصغار للاعبين، واستصغار لتاريخ كره القدم الجزائريه، وللاعبين يلعبوا في المستوى العالي في اوروبا. لأن قلتها ونعاودها، اللاعبين هذوما اللي عندنا، خاصه هذوما اللاعبين، كاين بعض اللاعبين يعني بكل صراحه عندنا لاعبين مستوى عالي. اذا اللاعبين هذوما اللي عندنا وما نوصلوا ربع نهائي نديروها بلي رانا حققنا كاس افريقيا، هذا مغالطه كبيره. اذا حوالي اكثر من 80% نفس اللاعبين يشاركوا في 2019 وفي 2022 وفي وقت سابق. عندنا 17 لاعب شارك في كاس افريقيا 2019 و2022، من بينهم ايضا طوبا ما شاركش في كاس افريقيا 2022، لكن طوبا والسودعيه في قبل حتى كاس افريقيا في الكاميرون ما لعبش، اسباب الله اعلم. على كل حال على ما شاركش في كاس افريقيا الله اعلم، لكن ماهوش من اللاعبين اللي جاوا بعد اقصاء من التاهل لكاس العالم، ماهوش من اللاعبين هذوما. اذا اللاعبين الجدد اللي جاوا بعد الاقصاء من كاس العالم، عندك موندريا حارس مرمى، عندك بنبوط، عندك جيطون، عندك ريان ايتوري، عندك العروسي، عندك بالعيد ايضا لاعب جا جديد يعني ما عندوش مده، ايضا عندك حسام عوار، عندك شايبي. اذا 8 لاعبين هذوما اللي جاوا بعد اقصاء من تاهل لكاس العالم، يعني عندهم مده وهما يلعبوا في المنتخب الوطني، او عندهم مده وهما يديروا تربصات مع المنتخب الوطني. اذا ولو انه نحسبوهم هذوما لاعبين جدد، لكن القوام الرئيسي حوالي 17 لاعب راك شكلت منتخب 11 لاعب وزد لهم 6 لاعبين احتياطيين، هذم كامل شاركوا. كاين لاعبين شاركوا حتى في كاس افريقيا 2013 من بينهم سليماني وفي غولي، يعني لاعبين اكسبيريونس، خبره. ما نبقاوش دركا نغلطوا في الناس ونقلبوا تاهل الى الثمن النهائي او الربع النهائي احسن انه كاننا وصلنا لكاس افريقيا وتحصلنا كاس افريقيا. هذه مغالطه كبيره. عندك 24 منتخب، اذا راك تحسب التاهل الى ثمن النهائي او ربع النهائي انجاز كبير ويتسمى انجاز لكاننا تحصلنا على كاس افريقيا، هذه مغالطه للشعب الجزائري والجماهير الجزائريه. عندنا 17 لاعب كلهم خضراء، 8 لاعبين نقولوا جدد يعني جاوا بعد الاقصاء من كاس العالم. اذا المغالطات هذه مش مليحه بكل صراحه. فقط نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني. المهمه ماشي سهله وماهيش صعيبه في نفس الوقت. نتمنى فقط انه المنتخب الوطني يتوفق، خاصه في المقابله الاولى. المفتاح هو المقابله الاولى. اذا قدرنا نفوزوا في المقابله الاولى اللي بالنسبه لي صعيبه ماهيش صعيبه قضيه المنافس، صعيبه من ناحيه انه دائما تبدا المقابله الاولى لازم انك تكون تبدا كاس افريقيا في ثوب المرشح، وفي نفس الوقت تنحي عليك الضغوطات انك تفوز في المقابله الاولى. المفتاح اذا فزنا في المقابله الاولى، انا بالنسبه لي المشوار ماهوش سهل، لكن على الاقل قدمنا خطوه للامام. اذا نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني. في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.